مرحبا بنات، شلونكم؟ يا رب الكل بخير وبصحة وبسلامة. طبعا اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد اللي هو مكياج العيد، كلش سهل وبسيط وحلو وتقدر اي بنية تسويه. لان كلش راح ابسط لكم الامور. اول شغلة سويتها لبست العدسات لازم تكون نظيفة ومعقمة، والايد تكون نظيفة ومعقمة، تلبسوها بهذه الطريقة. طبعا حبيباتي العدسة اذا المي مالتها اصلي مستحيل تحرق العين، حتى اذا كانت عين حساسة. هسه تشوفون هذا المي ينزل، هذا ينزل من العدسات نهائيا. عيني لا دمعت ولا صارت حمرة ولا حرقتني ولا شكتني. ليش؟ لان غاسلتها ومعقمتها ومعقمة ايدي همين بستهن. هسه راح ابلش ايش اسوي. هخلي كونسيلر اللي هو هذا من ميبلين، كلش احبه وكلش حلو، يخفي العيوب بنفس الوقت يوحد لي لون الجفن. حبيباتي هسه حوزعه بطريقة صحيحة، ولازم يكون الوجه حاطت له مرطب، يعني مرطب للعين ومرطب للوجه كله، حتى من توزعين الكونسيلر او الكريم الاساسي يتوزع بكل سهولة، وتكون الاسفنجة مغسولة وشوية بيها رطوبة مي حتى توزع بطريقة صحيحة. طبعا حبيباتي بكل فيديو اذكركم انه اول ما نبلش نسوي المكياج لازم تكون البشرة نظيفة، يعني مسوي لها تنظيف قبل يوم، ونحط لها المرطب ونحط لها البرايمر للوجه وللعين، وبعدين يعني نهيئ البشرة للمكياج، وبعدين نسوي المكياج مثل ما يعجبنا. وراح يطلع عندنا المكياج كلش حلو ونظيف وصافي، ما بي نهائيا لا قشور ولا شوائب. وهسه بديت ارسم الحاجب هذا القلم عندي كلش يعني احبه، ثابت يثبت على الحاجب وابد، يعني مي هذا يعني من يرسم بدقة. انا كلش احب هذا القلم، دائما استخدمه للحواجب، وعبي بالفراغات كلها، واحدد تحديد كلش خفيف اسوي حتى لا ينطيني منظر ما حلو بشع. فاش اسوي اخلي يعني خطوط كلش خفيفة واملي الفراغات بي، وبعدين من اشوفه لونه يصير لونه بني غامق ابديش اسوي ارتبه، يعني اذا حتى اذا طلع ما يخالف هم ارجع اسوي بالاسفنجة امسحه. وهذه المشط مال القلم اعدل بيه الحاجب. هذا ما راح امشط الشعر مال الحاجب، راح يوزع لي اللي خليته اللون كله، يعني يصير الواحد ما يبقى مخطط اسود وبني اسود وبني، لا راح يوزع لي اللون كله، يسوي لي لونه بني، والشعرايات هم يترتبن ويتمشطن. هذا اللي نخربطه. هسه شوية شو نسوي براس في اسفنجة او بيوت بلندر، نعدله ونمسحه. كملنا الحاجب، راح اسوي ذاك الثاني همين، اعبي الفراغات مالته. وهاي الفرشة كلش تفيد، او اي فرشة مال حاجب عندك ضروري تسوين هذه الحركة، ورا ما تخططي وتكملي وتعبيه تمشطيه بمشط حاجب ناعم حتى يتوزع اللون كله على الحاجب. طبعا شعراية حاجبي اني لونها سودة، واحب افتح لونه، يعني احب اسوي لونه بني او بني فاتح، مرات بني غامق، انا اقدر اتحكم بالالوان مالته، بس اكثر شي اللون البني هذا كلش يعجبني. بعدين هم بالفرشة امشطه وارتبه واتركه. هسه شو نسوي؟ نجي نرسم العين. شو راح نرسم العين؟ راح ارسمها بهذا الباليت مال هدى بيوتي الاصلي، اللون البني محمر، راح اخليه على عظمة العين، اوزع على كل عظمة العين. ارد الالوان تصير لونها بني، وهم ادمجه بطريقة صحيحة بهذه الفرشة مال التوزيع، واروح وارجع عليه وبحركات دائرية، وبخفة ايديكم بنات لا تضغطون حيل حتى لا يصير بقع.
هسه شفتوا شلون راح يندمج وصار كله لون واحد. راح ابدي اخلي اللون الغامق اللي بصف البني اللي هو هذا، راح اخليه بكسرة العين او زاوية العين حتى ينطيني الوان تدريجية. اخليه بهذا المكان، اريد يصير اللون هذا زاوية العين شوية اقوى، والبني اخليه بالبداية يعني عادي. نفس الالوان اللي خليتها جوا فوق الجفن راح اخليها جوا جفن السفلي. راح اخلي على الجفن المتحرك هذا اللون الذهبي اللؤلؤي من هدى بيوتي، اخليه بس على جفن المتحرك وعلى مدمع العين حتى ينطيني اضاءة كلش حلوة. طبعا حبيباتي ما اعرف ليش احس الفرشة متوزع لي هذا اللون مثل ما اريد، يعني افضل الاصبع اكثر، يعني يخلي اللون يصير اقوى. ما اعرف ليش، يعني هسه من دا احط باصبعي الاخر واحد الاصبع الصغير احسه يعني يعطيني لون اكثر من ما احط بالفرشة. بالفرشة قد ما اخلي يطلع لي مطشر، بس اذا اخلي بهذا الاصبع وهيجي اوزعه بهذه الطريقة راح يعطيني لون كلش قوي وكلش حلو ويوزع لي بطريقة صحيحة. راح اخلي على مدمع العين وجوه مدمع العين السفلي كله من هذا اللون الاصفر او ذهبي لؤلؤي، اوزعه بالفرشة بهذه الطريقة. من يصير عندكم هذا من هنا يعني مو عدل، نقدر بعدين نعدله بالكريم الأساس أو الكونسيلر، أو نقدر نعدله هذا لوس باودر عادي، يعني حتى لو يتخربط شوية عندكم ما يخالف. هسه نبدي نحط الألوان نفس اللي خليناها فوق الجفن العلوي نخليها جوا الجفن السفلي وبهذه الطريقة بفرشة كلش صغيرة مع الحواجب، يعني ما اريد يأثر هواية، اريد يصير شي يعني يحدد لي بس الجفن السفلي. ما اعرف بكل فيديو لازم اسحق، فبنات اعذروني حبيباتي، من نسحق عدوا لي اياها. واوزعه بهذه الطريقة، اوصله شوية يعني اطلعه برا العين حتى تبين عندي العين مسحوبة. هسه مثل ما تشوفون حبيباتي اخذت اللون الابيض او الباودر الابيض او اللوس باودر، اي شيء عندكم ابيض يثبت يسوي لي هذا اللون، يحدد لي زاوية العين، اسويها بهذه الطريقة مسحوبة واحددها. حددت الفوق وحددت الجوا بهذه الطريقة، يعني اريد المستوى المطلوب فخليتها بهذه الطريقة. بنات يعني حتى لو عندكم مثلا لو سباود كونسيلر هم تقدرون تحددون بهذا المكان يطلع لكم نظيف وكلش حلو. هسه حنبدي شو نسوي، حارسم مدمع العين بالايلاينر وفوق جفن العين او فوق جفن الرمش بخطوط كلش خفيفة، يعني اريده يصير ويا الرمش. وهذا مدمع العين، بس مدمع العين راح احدده مو كل العين. وبهذا القلم طبعا هذا كلش سهل، اذا عندكم من عنده استخدموه. ولحد لهنا وبعدين راح ابدي اعدله حتى لو يطلع لكم شوية مخربط هم نقدر احنا ننظفه بالقطن، قطن الاذان، شوية مزيل مكياج وننظفه بقطن اذان او نخليه بس يعني من ينشف
نجيب القطناية مال الأذن شوية نمسحه، ما راح يلوث ويانا ولا أبد، يعني ما يتخربط. وهذه زاوية العين هم راح أسحب شوية من هنا، ما راح أسوي كلش كبير، بس بعدين بنات سويته يعني سويته من النهاية شوية أعرض. بالبداية ردته يصير كلش رفيع، بعدين من خربطته شوية سويته أعرض وعرضته. عرضته بهذه الطريقة حبيباتي. وطبعا هذا اللي جوا خليته شوية ظلال أسود أو كحلة سوداء إذا ما عندكم ظلال أسود، وتوزعونه ويا رمش السفلي. وهذا القلم البيجي أو الكحلة البيجي أخلي على نهاية العين السفلي. بس من نص العين حبيباتي. وبعدين راح أكبس الرموش وألبس رموش اصطناعية. طبعا شعرهن كلش حلو، طبيعي أنصحكم بيهن، ويكون تاخذون الصمغ مالتهن الأصلي على مدة تتقطع رموشكم. وهذا المسكارة ضروري لازم. لبست الرموش وكمل اللوك مالتنا اليوم، وإن شاء الله عجبكم وكلش سهل وبسيط، وما طولت بيه نص ساعة. وبعدين تخلون كريم الأساس، وخلي الحمرة اللي تعجبكم، خلي اللون البني، لون الجوزي، كل الألوان تقعد وياها، وكلش حلو بسيطة وسهل وسحب عيني وسواها يعني. حبيباتي خليكم ويا الفيديو وكملوا كله للنهاية، ولا تنسون إذا مشتركين تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس على مود الفيديوهات تشوفوها أول بأول. حبيباتي لهنا، وأقول لكم أشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله أقوى وأحلى، ومع ألف سلامة. باي باي.